وحشتني قوي. انت كنت فين كل ده؟ انا كلمتك كتير جدا وانت برضه ما بتردش. انا قلقت عليك. معلش يا غالي. في حاجه حصلت؟ في حاجه حصلت صح؟ لا، ما حصلش حاجه. طب ما جيتش ليه؟ ما جيتش ليه؟ انا فضلت طول الليل مستنياك. كلمتك مليون مره وانت برضه ما بتردش. اكيد في حاجه حصلت. لا، ما حصلش حاجه. زي ما بقول لك، انا جيت امبارح فعلا وفضلت واقف تحت، ما قدرتش اطلع. يعني فكرت لحظه كده، لو حطيت نفسي مكانك هبص لنفسي ازاي؟ يعني ايه؟ مش فاهم. لا، انت فاهمه يا غاليه، بس عشان بتحبيني بتفوتي وبتسامحي ومتركزيش في الحاجات دي. ايه هي بقى الحاجات دي؟ كلام الناس اللي هتقول انها اتجوزت اللي بيشتغل عندها في البازار. انا بشتغل عندك، ومش بس كده، اتجوزتك بلوشي وقاعد في بيتك كمان. الكلام اللي انت بتقوله ده، احنا من امتى بنركز في كلام الناس؟ يوسف، انت اكتر واحد علمتني ما ركزش مع الناس ولا افكر في اي حاجه هما بيقولوها. ما تجيش دلوقتي بعد ما ارتحت واتبسطت تعمل عكس اللي انت علمتهولي. الموقف اللي انا فيه ده صعب قوي يا غاليه. عشان كده انا خدت قرار، انا مش هنزل الشغل تاني، واول ما شقتي تجهز هننقل فيها فورا. انا مش هينفع اقعد معاكي هنا. غاليه، انا بحبك، بس ده ما ينفعش يجي على كرامتي. ما ينفعش يتقال عليا جوز الست. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ كل الكلام اللي انت بتقوله ده اصلا مش مظبوط. عارف ليه؟ عشان انا وانت خلاص بقينا واحد. كرامتي من كرامتك يا يوسف، وانا مستحيل اخلي حاجه زي دي تحصل. مستحيل. يعني انت تفتكر انا اخلي حاجه زي دي تحصل؟ بص بقى، احنا هنخش دلوقتي نتغدى، هتاخد الشاور بتاعك، وعشان خاطري بليز ما تبوظش اول يوم لينا مع بعض. بليز. حلوة. جالي شغل مفاجئ بس كده في اسكندريه. ها؟ لا، مش هرجع النهارده، احتمال ابات. طيب حبيبتي، خلي بالك من نفسك، لازم اروح بدري. باي باي. ايه؟ مش تقوم بقى تاخد شاور وتغير هدومك؟ على فكرة مش مصدق احنا خلاص اتجوزنا وبقينا مع بعض. ايه؟ يعني حاسس ان في حاجه كده لسه مش مخليانا مع بعض. تاني؟ هنتكلم في نفس الموضوع تاني؟ ممكن نقفل الموضوع ده دلوقتي وانا هعملك كل اللي انت عايزه. مش قصدي الموضوع ده يا غالي. ايه تاني؟ موضوع الاوتيل. ايه؟ غالية، أنا من أول مرة شفتك فيها وأنا قررت إنك تكوني بتاعتي، ملكي أنا، مش ملك حد تاني. راقبتك ومشيت وراكي، كنت عامل زي ضلك، وعرفت بتقابلي مين وبتروحي فين. ولما عرفت موضوع الأوتيل ده كنت عايز أطلع الأوضة بنفسي وأجيبك من شعرك وأقول لك حرام اللي بتعمليه في نفسك وبتعمليه فيا ده، بس مرضتش، لأني كنت عارف إن الموضوع ده مش هيجيب نتيجة معاكي. فبلغت البوليس وقلت لهم على كل حاجة. ايه؟ انت اللي بلغت البوليس يا يوسف؟ أيوة يا غالية، أنا اللي بلغت البوليس. كان لازم القلم يبقى جامد على وشك عشان تحس بيه،
لاني لو كنت اتكلمت معاكي او حاولت اقنعك ما كانش هيبقى فيه فايده. ازاي؟ ازاي تعمل فيها كده؟ انا عملت كده علشان بحبك، علشان بحبك وخايف عليكي من نفسك. مش عارفه اقول لك ايه. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. مش قادره اصدق ان انت اللي عملت فيا كده. قلت لي ان انت اللي بلغت، كنت هتجنن. كنت حاسه ان انا مش صح. اول مره في حياتي احس بالظلم ده. من مين؟ منك انت يا يوسف. اكتر واحد بحبه في حياتي. كنتش متخيلة ان في حد في الدنيا ممكن يكون بيحب حد ممكن يأذيه بالشكل ده. انا ما كنتش بفكر. خليني اكمل بعد اذنك. حاولت اجيبها يمين وشمال كتير قوي بس ما قدرتش، لحد ما هديت كده وقعدت افكر قلت انا ممكن احط نفسي مكانك. لو انت بتحبني قوي وخايف عليا وشايف ان انا بضيع من ايدك، مش عارف هتعمل ايه. قلت اكيد انت هتعمل هتصرف زي ما انت اتصرفت بالذات، خاصة عشان عارفة ان انا واحدة عصبية مسمعش كلام حد واللي في دماغي في دماغي، حتى لو عاملة غلط ما بعترفش بيه. كل ما حطيت نفسي مكانك اكتر كل ما حسيت انت كنت موجوع قد ايه. انت اكيد كان جواك نار يا يوسف. يوم ما وصلتيني من العربية ساعتها انا ما كنتش عارفة انت بتبصلي بس عاملة ازاي. ما كنتش عارفة دي بصت شمتان فيا ومبسوط ولا بصت حد خايف عليا ولا بصت ايه بالظبط. ما كنتش فاهماها. انا خلاص فهمتها دلوقتي. عرفت ان انت عملت كده كنت بتبصلي بالشكل ده علشان انت خلاص مطمن ان انت مش هتخاف عليا تاني. انا فعلا كنت عايز اطمن عليك، بدليل ان انا ما جبتش سيره الموضوع ده لحد، ولا عمري فكرت فيه حتى مع نفسي تاني. عارفة يا يوسف، عارفة. أنا متأكدة إن أنت مستحيل تأذيني، إنك مستحيل تكون عملت كل اللي أنت بتعمله ده علشاني وعايز تأذيني. تضحك ليه؟ مبسوط عشان انتي قلتي كل الكلام اللي انا كنت بفكر فيه وما قلتهولكيش. يوسف أنا آسفة. آسفة عشان كان نفسي تكون أنت موجود في حياتي من زمان.
عشان تخاف عليا وتحميني كده. معلش، مش مهم اللي فات، اللي جاي هيبقى احسن، وبرضه هخاف عليكي واحميكي. انا قلبتها دراما زيادة عن اللزوم، صح؟ صح. طيب انا هسيبك تشتغل وبتاع، ما اعرفش اللي انت بتعمله هنا، مش عارفه انت بتعمل ايه. هروح البيت، هستناك عشان انا محضره لك مفاجاه حلوه قوي. اوكي؟ اوكي. يوسف، انا بحبك قوي. وانا كمان. مش عارفه ليه بس بحبك قوي.